تعالوا نبدأ سلسلة وصفات سندوتشات للغداء أو للعشاء سهلة وسريعة وهتعجبكم قوي. وأول وصفة هنبدأها ساندوتش تشيكن بتوابل البيري بيري، متأكدة هيعجبكم وهتعتمدوه على طول. وهبدأ بسلق الفراخ. أنا سلقت حوالي نص كيلو من الفراخ الصدور، طبعا في مطيبات اللي احنا بنحبها. بعد ما بردت قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندكم بواقي فراخ بتطلع حلوة قوي. هضيف عليها فلفل أخضر، ممكن حار ممكن ألوان، مع بصلاية متوسطة، والتوابل ملح وفلفل وتوابل البيري بيري. دي موجودة عند العطار وموجودة في ماركات كتيرة في السوبر ماركت. بعد كده هضيف نص معلقة من المستردة، بحب استخدم الديجون، وطبعا ممكن المستردة العادية. وهضيف عليها 3 معالق، حوالي 3 معالق مليانين من المايونيز، ممكن نزود لو حابين. كمان بحب اضيف معلقتين من زيت الزيتون، وممكن نستخدم زيت عادي لو حابين. كل ده هقلبه مع بعضه كويس قوي. عايزة الخليط ده يتقلب كويس قوي مع بعضه لحد ما تبقى عاملة زي العجينة شوية كده، علشان نقدر نفردها كويس في السندوتشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاخد الخليط ده واسيبه على جنب، ومحضرة هنا جبنة موتزاريلا، وكمان جبنة شرايح اللي هي بتاعة البرجر، ممكن نستخدم اللي لونها اورنج او الاصفر زي ما تحبوا. والتوست اكيد هستخدم اي نوع توست متوفر عندكم بتحبوه. هبدأ احط في الاول جبنة موتزاريلا، ممكن نستخدم بدلها اي جبنة تانية برضو بتحبوها. انا استخدمت الموتزاريلا، هوزعها طبعا على التوست، وهاخد كمية حلوة كده من الخليط بتاعنا اللي بالفراخ والخضار. هوزعه، املوه كويس قوي عشان بعد كده بيفرق في طعم الساندوتش. هحط كمية كده مناسبة على كل واحدة من التوست. واكيد بعد ما اخلص توزيع الفراخ هبدأ اضيف الجبنة الشرايح. عايزة اقول لكم ان انا استخدمت نص كيلو بس من الفراخ، وعمل كمية كويسة قوي من السندوتشات، عمل حوالي 8 سندوتشات. هوزع الجبنة الشرايح، واكيد هنقفلها بالتوست. وبعد كده اخر خطوة هنحمصها، ممكن نحمصها في الطاسة عادي، وممكن نحمصها كمان في الساندوتش ميكر. انا هحمصها في الطاسة. هحط الاول قطعة كده من الزبدة عشان تقرمشها، وهحط التوست بتاعي، طبعا ممكن نستخدم طاسة اكبر لو حابين. هنضغط عليها كده بالراحة بالشكل ده، واول ما نحس ان هي خدت لون، هتاخد لون بسرعة جدا والجبنة تسيح، هقلبها على الجنب التاني. طبعا هنكرر الموضوع ده لحد ما نخلص كل السندوتشات بتاعتنا. عايزة اقول لكم الساندوتش مقرمش وطعمه خطير. هحط واحد كمان تاني معاكم، طبعا ياخد اللون اللي انتوا حابينه. واكيد هنخلص كل الكمية. زي ما قلت لكم عملت حوالي 8 توست مليانين وطعمهم خطير، هتحبوهم جدا. وكمان لو عندكم بواقي فراخ مش عارفين تعملوا بيها ايه، جربوها في الوصفة دي، هتطلع ناجحة جدا معاكم. قطعوه بالشكل وبالاحجام اللي تناسبكم، وقدموه لوحده او مع بطاطس محمره، بيطلع خطير. جربوه ومتاكده هتحبوه، متاكده هيعجبكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه، واستنوا وصفات سندوتشات جايه كتير.